كلشي شاف القضيه ديال اليوتيوبر الاردني جو الحطاب. اخر فيديو كان حطو مع الاخوان الجزائريين. كما معروف ان جو الحطاب تقريبا عنده اكثر من 11 مليون متابع على منصه يوتيوب، والمحتوى اللي تيدير فهو لي فلوغ. انا من اشد المتابعين ديالو، حيت لي فلوغ اللي كيدير واعرين بزاف، ما خلى فين سافر اوروبا، افريقيا، اسيا، ودائما في لي فلوغ ديالو كتكتشف معاه بزاف د الحوايج من نمط العيش ديال ديك الدوله اللي كيمشي ليها، كيفاش كياكلوا، كيفاش كيلبسوا، الثقافه ديالهم، يعني كتستافد معاه بلي فلوغ ديالو. مؤخرا سيدي كان دار واحد السلسله اللي هي زياره الحدود بين الدول، واخر زياره ليه كانت الحدود المغربيه الجزائريه، حيث كان سبق لانه دار شي جوج فيديوهات ولا ثلاثه على دوله الجزائر باش انه يبينها الناس، باش ان السياحه عندهم تنتعش بزاف، على الرغم ان دوله الجزائر فهي سياحيا ناقصين بزاف. كما معروف ان الجزائر فهي قطاع السياحي عندهم ضعيف بزاف، حيث في العام يلا كتسجل عندهم تقريبا 500 الف سائح مقارنه مع المغرب. فالمغرب فهو تقريبا ازيد من 20 مليون سائح في العام. فهنا دار جوله على بعض المدن الجزائريه وقدمها ونشر الفيديوهات ديالو على منصه يوتيوب، ولقات واحد التفاعل كبير، واحد الاقبال كبير. ولكن مني مشى المدن ديال تلمسان والمغنيه وزياره الحدود المغربيه الجزائريه، فهنا غيبدا المشكل. في البدايه ديال الفيديو ديالو فهو بين على الحدود المغربيه الجزائريه، وبين على الرابط الاخوه اللي تيجمع ما بين المغاربه والجزائريين، بحيث انهم دائما كيمشيو للحدود وكيبقاو يتشايروا مع بعضياتهم، كيتسالموا مع بعضياتهم، وبزاف الحب بيناتهم. بحيث ان السيده اللي كانت معاه فهي قالت لي ان الشبكه اللي واصلاني دابا فهي شبكه من المغرب، على الرغم انها في الجزائر. نخليكم مع الفيديو. إخوة افرق بين الضفتين خندق وسلاك شائكة. صحيح قال لي يهديك. شو قال لك؟ يهديك ويصلح بالك. هو العطس. عطس. والاخر قال له يهديك ويصلح بالك، يعني من هون سمع عطسته والاخر جاوبه يعني عليها. How close is Morocco? نقفز هون. يعني after we'll be in Morocco. Imagine just this. ايه في ناس يجوا يلوحوا لانه كمان في عائلات فيها شبكة. الآن عم تأشر لي أنها شبكة مغربية مو شبكة جزائرية. هاي كلهم كما شفتوا في الفيديو ان السيده قالت ليها سيدي انني راه طالع عليا الشبكه ديال المغرب، على الرغم من اننا في الجزائر، وبينوا بزاف د لقطات كيف ما تشوفوا في الفيديو. والمشكل عاوتاني غيتزاد هي ملي غيدخل احد الاسواق الجزائريه وغادي يلقى بعض المنتوجات المغربيه من طواجن، من التوابين الى غير ذلك. ومن هنا فبعض البياع والشرايه فهم اعترفوا بلي ان هذوك المنتوجات فهي منتوجات مغربيه، طواجن والتوابين وبزاف د الحوايج اللي كانوا اصلا الجزائري كيقول لك هادو راه انتاج محلي وديالهم. ايوا سيدي، واحد الحاجه اخرى هي ان واحد السيد قال لهم ان قبل ما تسد الحدود فانهم كانوا عايشين بخير، كان يعني بنادم كيتعشى في المغرب يقدر يرجع للجزائر يتقهوى، كانت الامور بخير. وقال على انه المشكل فهو مشكل سياسي ما عندوش علاقه يعني بالشعبين. السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا في عطارس بيت المقدس مدينه مغنيه. مغنيه معروفه بليزيبيس لخاطر منطقه حدوديه مع المغرب، ومن المغاربه الحدود كانت مفتوحه، كانوا يجيو عندنا وحنا نمشيو عندهم، هما يدوم عندنا صوالح حنا ندوم عندهم صوالح. عادي جدا، تحسب كما نقولوا بلد واحد، ما كانش يفصل بيناتهم حدود، تدخل عادي جدا، تحسب راك في دارك كما نقول، تفطر هنايا تقهوى لهيه، تقهوى لهيه تفطر هنا عادي جدا. دروك شو هي العلاقات هذه اللي توترت سياسيا ما بين الشعوب، بقاو خوت. هاد العلاقات توترت كما سياسيا كيغلقوا، ما كاش اللي يفوت، كما قلت لك كانت عادي جدا العبور. ومرحبا بكم عندنا حيث الجوده والثمن. وبيت المقدس بيتكم هذا كما بدا الهجوم على جو الحطاب في فيديو ديالو، يعني بدا كيتعرض لحملات ديال السينيال وبزاف د الحوايج، لدرجه انه اضطر انه يمسح الفيديو وخرج بستوري. يعني البارح خرج بستوري كيوضح فيه اشنو واقع. نخليكم مع الستوري. كيف ما شفتوا في الستوري ان الهدف منه قال لك سيدي على انه ماشي هدف يعني سياسي، قد ما انه هدف يبين الحب والعلاقه الزوينه اللي كتجمع ما بين الشعب الجزائري والشعب المغربي. زاد شعل هاد العوافي هادو، وانه من يبين ان الجزائر هي اللي قطعت العلاقات مع المغرب، ماشي المغرب اللي قطع العلاقات مع الجزائر. كنت تعطوني الراي ديالكم في التعليق، فحاولنا حنا ما نعطيوش كلشي، عطينا غير المهم في الفيديو. بغيتكم تعطوني الراي ديالكم في التعليق حول هادشي اللي طرا لهاد اليوتيوبر هذا، وكنصحكم تمشيو تفرجوا في لي فلوغ ديالو، فهو يوتيوبر واعر بزاف، غادي تستافدوا منه بزاف د الحوايج.